بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعافية وفي أحسن الأحوال يا رب. اليوم إن شاء الله جيتكم فيديو جديد ووصفة جديدة راح نديرو مع بعض هاد الكراتان اللي سميتو زلزال، لأنه صح زلزال في البنة، قوة في البنة، ضربة في البنة، يعني ما شاء الله. يجي يقطر معسل، يجي مشخشخ مفرمج، ما يجيش ناشف نهائيا. ما شاء الله اقتصادي تانيك، يعني غير بربع صدر دجاج وانتم حضرتوا هاد الوصفة اللي راح تجيكم ما شاء الله. واكيد اكيد افراد العائلة راحين يطلبوه منكم مرة وثلاثة، ويعني وراحين كل مرة يقولوا لكم عاودوا لنا الوصفة اللي درتوها. كما راكم تشوفوا الفيديو راهو يعبر على نفسه. شوفوا الكراتان تاعنا كيفاه يجي مشمخ، يجي مفرمج، يجي مشخشخ، ما يجيش ناشف نهائيا، ويجي معسل ما شاء الله. يعني الصورة راهي تعبر على نفسها، هي توصل لكم المعلومة. شوفوه ما شاء الله. نتمنى يعني كلكم تجربوا هاد الوصفة وتنال إعجابكم وتشاركوها مع الأهل والأصدقاء، وما تبخلوش عليا تانيك بالجام، لأنه هو اللي راح يوصل الفيديو لأكبر عدد من المشاهدين ويستفاد الجميع من هاد الوصفة الرائعة. نبداو على بركة الله في الوصفة تاعنا. تبعوا معايا الفيديو حتى للآخر. أول حاجة واش نديروها، نوجدوا الدجاج تاعنا نمارينيوه ونحطوه بجيه. هنايا عندي كمية من صدر الدجاج، هنايا كمية صدر الدجاج يعني على حسب أفراد العائلة وعلى حسب ما حبيتو تكتروا، حبيتو تقللوا، لكم الاختيار، يعني ما يهمش. المهم حطوا كميات، قطعوها إلى قطع صغيرة. بالنسبة للتوابل، هنايا حطيت توابل الشاورما، يعني راح أزيد لكم في البنة. عندي فلفل أسود، عندي عكري، عندي زنجبيل، عندي كركم، وعندي الملح أيضا. راح نحطو هنايا علبة من الياغورت الطبيعي اللي راح يعني تخلي الدجاج تاعنا يجي لنا طري، ما يجيش ناشف. الا ما عندكمش يعني تقدروا تستغناو عليها. راح نضيف هنايا ملعقة صغيرة من الموطار الثاني، كي ما عندكمش تقدروا تستغناو عليها، لكن تمد بنا بزاف هايلة. عندي حوالي زوج فصوص توم، عفوا مسكرفجين. عندي هنايا حوالي زوج مغارف كبار من زيت المائدة، يعني الزيت العادي. نخلطوا هاد المكونات تاعنا جيدا هكذا باش هادوك التوابل يتخلطوا مع الياغورت الطبيعي، يتخلطوا مع الدجاج. هنايا راح نضيف لهم عصرة من الليمون، راح يعني تنحي لنا هذيك الرائحه اللي موجوده في الدجاج، وتمد تانيك بنا الحموضيه تاع القارص راح تجينا بزاف بزاف بنينه. نخلط هاد المكونات تاعنا جيدا، ونحاول كيفاه ندعك هذاك الدجاج تاعنا بالمغرفه باش يدخلوا فيه التوابل. نغطوه ونخلوه في الثلاجه يريح، يعني حوالي ساعه ولا ساعتين. ولا كان يعني ما عندكمش الوقت، عادي تقدروا تحضروه مباشره وتبداو في الوصفه تاعكم. بالنسبه للخضار تاعي اللي نستعملوها في الوصفه، عندي فلفل حار، عندي قرن ايضا فلفل حلو، وحبه بصل كبيره كنت قطعتهم الى مربعات صغيره. عندي ايضا هنايا حوالي 4 حبات كبار من البطاطا اللي كنت قطعتهم الى قطع صغيره وملحتهم وقليتهم. ودوكا من جهه نروحوا نوجدوا الدجاج تاعي لما يعني خليته تمارينا هكاك واحد الساعتين. اول حاجه نبداو نحضروها هي الخضر تاعي. انا نبدا نقلي الخضر تاعي الاول، ومن بعد نروح للدجاج. يعني ما نبداش بالدجاج هو الاول، لانه لو كان نحطوا الدجاج هو الاول ومن بعد نحطوا عليه البصل والفلفل هذايا، ما راحش يتقلى لي هذاك البصل ولا الفلفل. نقلوه جيدا في شويه زيت هكذايا حتى يتبدل اللون تاعو، يولي هكايا كي شغل ذهبي شويه، يعني ما تخلوش حتى يتحرق كامل، حتى يولي بالشكل هذا كما راهو موضح في الفيديو هكا. بعد ما يتقلى لي البصل تاعي، راح نجيبو الدجاج تاعي اللي كنت يعني مارينيتو خليته في الثلاجه، نجيبوه نهبطو كامل واش موجود في الغيسيبيون، هادوما السوائل، هذاك الياغورت الطبيعي، ونبداو نقلو في الدجاج تاعي مع البصل والخضر تاعي هكا. يعني نبقاو غير نحركو حتى يتقلى لي مليح مليح، ما نغفلوش عليه باش ما يتحرقش معايا. شوفوا هنايا لما تقلى لي راح يبقى لكم فيه شويه لاصوص، خلوه شويه فيه لاصوص، ما تنشفوهش كامل. نحطوه بجيه ونروحوا نوجدوا لاصوص بيشاميل تاعنا. نجيبوا كسرونه نحطوا فيها هنايا مغرفه كبيره من المارغرين، ما تكونش معمره مقببه، يعني ملعقه عاديه. نستناو المارغرين تاعنا حتى تذوب شويه، بعدها راح نضيفوا عليها ملعقه كبيره من الفارينه. نقلوا هذيك الفارينه تاعنا شويه في الإيدام تاعي ولا في المارغرين بالشكل هذا
حتى شويه نحسوا باللي اللون تاعها تبدل. بعدها راح نجيبوا الكاس الاول من الحليب، راح نحطوه بالتدريج ونحركوا حركوا جيدا بالفوي هكذا باش ماشي هذيك لاصوص بيشاميل تاعنا تجينا فيها هذوك التكتلات والحبيبات وما يجيش يعني الملمس تاعها املس. نخلطوا الكاس الاول نحركوه نتاكدوا باللي ما فيهش الحبيبات باش نعاد نضيفوا الكاس الثاني. راح نضيفوا الكاس الثاني. هنايا الكاس اللي كيلت به هو اللي يرفد 220 مليلتر. هكا نبقاو نحركوا شويه. هنايا نضيفوا شويه من توابل الشاورما، نضيفوا شويه فلفل اسود، شويه ملح. يعني هاد توابل الشاورما راح تمدلها بنا بزاف هايله لاصوص بيشاميل تاعي. ونبقاو نحركوا فيها حتى تبدا تتقال معايا شويه. هنايا كنت ضفت لها شويه فروماج ربي، انا استعملت نابولي. تقدروا ديروا يعني الفروماج مثلثات، تقدروا ديروا الفروماج طاري، لكم الاختيار في هذه الاضافه تاع الجبن يعني. ولا قد ما حطيتوا الفروماج على قد ما تجيلكم لاصوص بيشاميل تاعكم بنينه. نذوبوا هذاك الجبن ونبقاو نحركوه حتى تتقل معايا بالشكل هذا، ما حاش تجيكم ثقيله، راح تجي شويه خفيفه، راح تجي بالشكل هذا هكذا. دوكا راح نروحوا للكراتان تاعنا باش نوجدوه. هنايا في وعاء يكون كبير شويه باش يرفد لنا كامل المكونات. نحطوا كميه البطاطا اللي كنت قليتها، حطيتها فوق البابي اسويتو باش تنشف لي شويه هذاك الزيت اللي فيها هكذا. بعدها راحين نجيبوا هذاك الدجاج تاعي اللي كنت قليته هكايا، وكما قلت لكم ما تنشفوهش كامل، خلوه فيه شويه الصلصه تاعنا باش ما يجيناش الكراتان تاعنا ناشف. هكا نخلطوا شويه البطاطا وهذوك الدجاج تاعنا. بعدها راح نجيبوا البيشاميل، راح نحطوا هنايا البيشاميل يعني ونشوفوا عينك ميزانك نحطوا كميه ونشوفوا هكذا باش الكراتان تاعنا يجينا مشمخ هكذايا. نحطوا الكميه الاولى ونخلطوا ونشوفوا. انا هنايا باللي راهو مخصوص شويه في السوائل على بها اللي راح نزيد له كميه صغيره هكذايا. نخلطوها جيدا حتى يدخلوا كامل المكونات في بعضهم. بعدها راح نجيبوا المول تاعنا اللي يدخل للفرن اللي كنت دهنته بشويه مارغرين ولا زبده، ونفرغوا هذا الخليط تاعنا كامل في البلاطو تاعنا. والفرن يعني يكون مشعول مقبل على درجه حراره 190 الى 200 درجه مئويه، حوالي ربع ساعه حتى يسخن الفرن نتاعي. شوفوا هنايا بعد ما فرغناه في البلاطو راح نسويو له السطح تاعو شويه، وراح نجيبوا كميه البيشاميل اللي بقات لي وراح نصبوها من فوق بالشكل هذا. راح هاد الكميه راح تجينا سوا مع هذايا المول. نفرغوا كامل الكميه اللي عندي ما نخلو والو. هاد الكراطه يعني راح يجي لنا مشخشق، راح يجي مفرمج، راح يجي ما شاء الله ما يجيش ناشف نهائيا. رايحين هنايا نضيفوا عليه شويه جبن ربي. انا هنايا يعني لما ضفت الجبن انا عن بالي كنت نصور فينالمون ما كنتش نصور. انا هنا حطيت الفرomage روج، يعني من الافضل على السطح تحطوا الفرomage نوعيه جيده هكذا باش يجي لكم يعني دايب وما يجيش يابس، ويجي الشكل تاع الكراتان تاعكم كما راكم تشوفوا هنا. بعد ما خرجته من الفرن ما شاء الله يعني جا بزاف الوجه تاعو شباب حميمر. هذيك الصلصه يعني زاد طلعت لي فوق الخليط تاعي تاع الجبن وعطات لي منظر شباب، منظر يشهي ما شاء الله. يعني كما راكم تشوفوا الصوره راهي تعبر على نفسها. نتمنى يعني كامل تجربوا هذه الوصفه وتستمتعوا بالبنه. وصفه سهله ما حاش تديكم يعني وقت بزاف في التحضير، وفي نفس الوقت بزاف بنينه. انا كامل عجبتهم في الدار ودائما يعني موالفه نخدمها بزاف هذه الوصفه. لما يكون نشري دجاج ولا هكايا دجاجه كامله، صدر الدجاج هذاك دائما نخدمه على شكل كراتان هكذايا ويجي ما شاء الله. الاولاد تاعي ما ياكلوش الخضر، بصح كي يكون فيه هذا الكراطه يعني ياكلوها وتعجبهم ما شاء الله كما راكم تشوفوا. هاوليك راح نقسم معاكم هنايا شويه باش تشوفوا يعني القوام تاعو لداخل كيفاش يجي. هنا انا مازالو سخون يعني تقدروا تخلوه شويه راح يزيد يشد روحه اكثر. لما يزيد يبرد شويه يزيد يتماسك اكثر واكثر هذاك الصلصه تاعنا تاع البيشاميل. شوفوها هاوليك الكراتان تاعنا يعني الصوره راهي تعبر على نفسها، يجي ما شاء الله. شوفوا لنايا يعني كيفاه راهو مفرمج، راهو مشخشخ، راهو يقطر بالبنه، يجي معسل، يجي ما شاء الله. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم وما تبخلوش عليا. اللي وصلت معايا لهذا المقطع دير لي جيم في الفيديو وتخلي لي تعليق مشجع وتدعمني باشتراك في القناه. نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ومع السلامه.